السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي نعمل مع بعض كده اكله شتويه حلوه قوي، كلنا بنحبها ومفيش حد بيختلف عليها خالص، وبنستناها كده من الشتاء للشتاء علشان بنحب ناكلها ونعملها في فصل الشتاء. معانا النهارده كده شوربة العدس القمر دي، زي ما انتم شايفين كده هنعملها النهارده بطريقة حلوة قوي. خليه كده معايا لاخر الفيديو علشان تشوفي الطريقة. اول حاجة كده هنقول بسم الله، ومعانا ربع كيلو من العدس الاصفر او الكمية اللي انت حباها، ممكن نص كيلو. معانا طبعا بطاطس وبصل وجزر وطماطم. في ناس بتحب تزود عليها كمان كوسة. براحتك خالص، بس انا صراحة ما بحبش احط عليها كوسة، انا بستكفى بالبطاطس والجزر والبصل والطماطم بس كده. عايزة اقولك بيطلعوا طعمها حلو جدا. هنقطع كده البصل البطاطس والجزر كده زي ما انتم شايفين كده، هنقطعهم قطع صغيرة اهو. وطبعا معانا طبعا التوم، ومعانا مكعب المرق. دي المكونات كلها بتاعت وصفة النهاردة. هنعمل النهاردة احلى شوربة عدس كده بجد، حلوة بتدفي كده في السقعة اللي احنا فيها دي، وكمان قيمتها الغذائية عالية جدا اهو. خليك كده معايا لاخر الفيديو عشان احنا النهارده هنعملها بطريقه مختلفه خالص. انسي اي طريقه كده لشوربه العدس، وتعالي كده شوفي الفيديو ده وجربي الطريقه بتاعتي، هتعجبك جدا جدا وبجد هتعشقي شوربه العدس ومش هتبطلي تعمليها خالص. طبعا هنا احنا خلاص قطعنا البطاطس وقطعنا الجزر وقطعنا البصل كمان والطماطم بتاعتنا. خلاص كده جهزنا الخضار اللي احنا هنعمل بيه الشوربه اهو. هنفضيه بس كده على بعضه كده في حاجة اهو. وهنبدأ بقى هنا زي ما انت شايفة كده، هنبدأ بقى نجيب حلة كده نحطها على النار، ونحط كده معلقة كبيرة من السمنة، اي نوع سمنة متوفر عندك. بتحطي معلقة كبيرة كده وبتحطيها على النار. صلوا على النبي يا جماعة عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا ده فضلا من حضراتكم وليس أمرا، الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكل جديد احنا بنقدمه. ويا رب فيديوهاتي كده اللي انا بقدمها لكم تكون بتعجبكم وتكونوا بتستفادوا منها كمان. خلاص كده احنا نزلنا بالخضار كله على السمنة كده على النار، هناخده تشويحة كده خفيفة خالص اهو زي ما انت شايفة كده. الطريقة سهلة خالص خالص، بس عايزة اقولك بتطلع لك شوية شوربة عدس تحفة والله، حلوين جدا. هننزل كده بمعلقة كبيرة من التوم المفروم، لو مش عندك توم مفروم يبقى من فصين لثلاث فصوص توم. بننزل كده بيهم على الخضار. ومعانا بقى هنا البهارات بتاعتنا، مكعبين من المرق ومعلقة صغيرة من الكركم، وكمان شوية فلفل اسود وشوية سبع بهارات وشوية كمون. دي البهارات بتاعتنا، وهنقلب كده الخضار كده بالبهارات على النار اهو زي ما انت شايفه اهو. طبعا احنا مش بنسيب الخضار يتشوح قوي، احنا تشويحه بس كده خفيفه خالص عشان ما يبقاش حامي علينا. وبعد كده هننزل عليه بالميه بقى بتاعتنا اهو زي ما انت شايفه كده. واخر حاجه بنحطها بنكون طبعا غاسلين العدس كويس جدا اهو. بتكوني طبعا غسلاه كويس جدا جدا لحد ما تلاقي الميه بتاعته كده بيضت معاكي خالص. بعد كده بقى بتنزلي عليه بالخضار اللي انت شايفاه ده. وخلاص كده إيه، خلصت الوصفة معانا. وهنسيبها بقى على النار كده، بنغطيها لحد ما نتأكد انها خلاص استوت. طبعا بنسيبها تستهدى شوية، وبعد كده بنضربها في الخلاط او بالهاند بلندر زي ما انت شايفة كده اهو. طبعا انتي بتدوقيها، لو محتاجة تزودي ملح بتزودي، خلاص مش ملحها مظبوط خلاص مفيش مشكلة خالص. لاني انا حطيت مكعبين من المرق، فطبعا هما كان بالنسبة لي انا كانوا مظبوطين كده، كانوا ظابطين الطعم معايا. لكن انتي لو حابة تزودي مفيش مشكلة خالص. انا صراحة مش بعملها بشعرية، انا بعملها كده لوحدها، وعايزة اقولك بيبقى طعمها حلو جدا، لان انا ولادي ما بيحبوهوش عليها شعرية خالص، فما بحبش احط عليها شعرية. خلاص كده هي كانت خلاص خلصت معانا. هنحطها بقى كده في إيه، السلاطين بتاعتنا كده زي ما انت شايفة اهو. طبعا بتحطي بقى جنبيها كده العيش المحمص ده، بصي
بيبقى طعمه تحفة. بتحطيه طبعا، بتدهنيه زيت وتدخليه في الفرن ياخد تحميصة كده، وبيطلع جميل جدا. انا كنت عملته قبل كده في القناة، بس كنت عاملة المتقطع، كنت مقطعه عيش وحاطه عليه زيت ومدخلاه في الفرن. النهاردة انا عاملة العيش متحمص بحاله كده، هتشوفيه دلوقتي. انا برضو جبت كده العيش ودهنته زيت وحطيته على الشبكة بتاعة الفرن لحد ما اتحمص معانا كده، وبقينا نطلعه كده زي ما هو اهو، زي ما انت شايفة كده اهو. بصي العيش المحمص تحفة بجد، دي احلى اكلة بجد، بنحب ناكلها جدا طول فصل الشتاء. اولا بتدفي جدا جدا، ثانيا حلوة قوي وكلنا بنحبها. طبعا بقى بتقدمي جنبيها ممكن تقلي فلفل كده زي ما انت شايفة، انا كنت هنا قالية جنبيها شوية فلفل كده، وفلفل كمان حراق وشوية بطاطس. يعني بقى دي حاجة بترجع لك انتي، ممكن ما تحطيش جنبيها حاجة خالص، ممكن شوية مخلل، اي حاجة بقى المتوفر عندك بتعملي.